اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه معاكي، استحاله تهبط منك. اكيد عرفتوا هي ايه. استحاله القوام بتاعها يقل معاكي، استحاله تبقى معاكي غامقه من جوه. اعرفك ازاي الكيكه معاكي تبقى نافشه معاكي، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. ازاي تبقى الكيكه من جوه لونها فاتح مش غامق. ازاي يبقى المسام بتاعتها ضيقه كده مش واسعه. تبقى بص هديكي كل الافكار وكل الحاجات اللي انا بعملها في الكيكه. تحاولي بقدر الامكان ان الكيكه دي عمرها ما تفشل منك. امشي بالخطوات اللي انا هقولك عليها بالظبط وبالمقادير، وهتطلع معاكي كيكه تحفه روعه ومعاكي هشه وعاليه. تعالي نشوف مع بعض مقاديرنا ونشوف هنعمل ايه. انا النهارده هعمل 3 كوبايات من الدقيق. معايا كوبايتين دقيق ابيض، كوبايه دقيق ذره، معايا كوبايه لبن، نص كوبايه زيت. احنا طبعا هنستخدم كوبايه ونص سكر للكل. اللهم صل على النبي. 3 كوبايات دقيق بناخد نصهم باستمرار سكر. لو استخدمتي كوبايتين دقيق بس بتاخدي كوبايه سكر واحده. استخدمتي 3 كوبايات بناخد نصهم كوبايه ونص سكر ونص كوبايه زيت. ومعانا هنا كيسين من الفانيليا، كيس كيك شيف، ومعانا معلقتين لبن بودر. والتريكات معانا بقى، شوفوا بقى الحركات دي، ومعلقتين كريم شانتيه عشان تديكي نفس الطعم بتاع الكيكه النايتي اللي احنا بنجيبها من بره دي. تبقى معاكي ليها طعم، مش كيكه وخلاص، تبقى طعمها معاكي كده فانيليا كريمه، تحسي انها مختلفه خلاف اللي بتعمليها بتاعت البيت العاديه. ومعانا 4 بيضات ومعلقتين نشا. تتخيلي كل الحاجات دي اكيد معاكي الكيكه هتبقى ناجحه معاكي 100%. ومعانا كمان هناخد معلقه خل، ومعانا ليمونه، وهناخد ذره ملح، وهناخد رشه بيكنج صودا اللي هي الكربوناتو، هناخد منها رشه بسيطه. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل حاجه بالظبط كده. تعالى معانا كده على المضرب بتاعنا نشوف هنعمل ايه. بسم الله. اول حاجه هننزل معانا كده البيض واحده واحده كده معانا. ونشوف هنعمل ايه. نزلنا البيض، معروف هنعمل بعدها ايه ضروري على طول. اكيد بعد البيض هننزل الفانيليا. معانا كيسين فانيليا هنقوم حاطينهم معانا على طول. وذره حطينا كيسين الفانيليا، هنحط معلقه خل ابيض كده. حطينا 4 بيضات، كيسين من الفانيليا، معلقه خل من الخل الابيض. هنشغل معانا المضرب بتاعنا كده. بسم الله. لحد القوام معانا ما هيكون معانا كده ايه، هيبتدي يبقى قوام حاجه خفيفه كده. هنبتدي نحط له السكر ونقلب مع بعض كده برده بالمضرب واحده واحده. بصوا يا حبايب قلبي كده، بصوا عملنا القوام معانا اهو، البيض مع الفانيليا مع الخل. بصوا قوام البيض بقى عامل ازاي، زي الكريمه. هنضيف بقى معانا السكر، الكوبايه ونص سكر اللي احنا قلنا عليها على حسب المقدار بتاعك. لو هتستخدمي معاكي 3 كوبايات من الدقيق زي ما انا هستخدم، تستخدمي نصهم سكر. لو هتستخدمي معاكي كوبايتين من الدقيق بس يبقى تستخدمي نصهم سكر، يبقى كوبايه واحده من السكر. معانا كده هنضرب السكر مع البيض بالخل بذره الفانيليا كله مع بعضه كده لحد ما يعمل معانا قوام كريمي كده. كده ضربنا اهو البيض مع السكر. بصوا الكريمه كانت عامله ازاي، بصوا ما شاء الله. لو ما عندكيش مضرب كهربائي عادي بتتعمل بالخلاط بتطلع زي الفل. بسم الله. هننزل بقى بنص كوبايه الزيت اللي احنا حاطينها. لو حابه تحطي زبده هيطلع معاكي برده الكيكه حلوه. حابه تحطي نص سمنه بلدي، نص مثلا ربع كوبايه سمنه بلدي وربع كوبايه زيت، هتطلع معاكي برده حلوه وجميله زي الكيكه اللي احنا بنشتريها دول من بره كده، بتبقى كيكه بالزبده. لو عملتيها بالزبده برده او بالسمنه هتطلع بنفس الطعم. واحده واحده معانا كده وهتظبط معاكي الكيكه وتطلع معاكي قوامها مظبوط. انا حابه ان انتوا تجربوا الخطوه دي معايا، هتحبوا تعملوا كيكه على طول باذن الله، لان الوصفه اللي احنا عاملينها دي مدخلين فيها كل حاجه. هتطلع معاكي الكيكه مظبوط
بسيطه. هو مش بكل الحاجات ايوه فعلا، بس احنا حاطين معانا حاجات بمقدارات معينه، يعني مش مكترين المقدار، مخليين بنسب متساويه. نزلت كوبايه من اللبن كده، حطيت عشان ما نتوهش مع بعضينا، حطيت 4 بيضات، معاهم كيسين من الفانيليا، معاهم معلقه من الخل، وحطيت معاهم كوبايه ونص سكر عشان انا عامله 3 كوبايات من الدقيق، وحطينا نص كوبايه زيت، وحطينا كوبايه لبن. تعايري بنفس الكوبايه اللي انت بتعملي بيها. نكمل كده مع بعض، نضرب اللبن مع الحاجات بتاعت الكيكه كده مع بعضها. بسم الله. لحد المرحله دي وهنبتدي نوقف واحده واحده. قبل ما اقفل انا هحط معانا معلقتين من الكريم شانتيه، او معلقه المتاحه عندك اللي انت عايزاه. انا عندي معلقه كبيره من الكريم شانتيه، هضيفها كده بالراحه. بسم الله ما شاء الله. تطلع معاك الكيكه ريحتها وطعمها زي ما بتجيبي كيكات من بره كده. الكيكات اللي بنجيبها الكيكه ب5 جنيه دي، شوفي انت بقى هتعملي صينيه كيكه، شوفي هتطلع معاكي عامله ازاي. وهنحط، احنا حطينا معلقه كريم شانتيه، وهنحط معلقه لبن بودره. بس كفايه قوي كده. نشتغل بقى كل حاجه بالمضرب اليدوي بتاعنا. هنوقف معانا كده المضرب. متشكرين. ما عندكيش المضرب ده هتشتغلي معاكي بالخلاط عادي، مش هيحصل معاكي اي حاجه، وهتطلع معاكي الكيكه ناجحه وكل حاجه ومظبوطه معاكي على الشعر. احنا هننزل دوت عشان ما ينزلش معانا كله. هنبتدي بقى نحط هنا. انا نخله الحاجات دي معانا، حطينا مع بعض اللبن البودره، وحطينا الكريم شانتيه، معلقه لبن بودره معلقه كريم شانتيه، وهحط معلقتين من النشا. طبعا انا نخله الحاجات دي كلها، وهحط كيس كريم شانتيه كده، كيس قصدي كيك شيف. انا لخبطت معايا الحوار كله، اتلخبط معايا. كيس كيك شيف. بسم الله. وذره من الملح، احنا عارفين الكيك بيتحط معاه ذره من الملح. ونبتدي بقى نقلب ده كله مع بعضه، ونجيب معانا الدقيق وننزل واحده واحده. انا النهارده هعملها بميكس من الدقيق، مش هحط دقيق ابيض بس، هحط معانا دقيق ذره. جربي الوصفه دي وهتعجبك جدا، لان دقيق الذره من الحاجات اللي بتخلي طعم الكيكه معاكي رايحه في حته تانية خالص. هننزل واحده واحده كده. ده دقيق الذره. بسم الله. حطي حاجه بالراحه كده معانا لحد ما تظبط معانا القوام بتاع الكيكه. هننزل ببقيه الكوبايه الاولى بتاعت الدقيق الذره الاصفر. ده هيخلي معاكي الكيكه مختلفه وطعمها ان شاء الله هتعجبكم. انا عن تجربه انا بعملها ما شاء الله، بتبقى ريحتها وطعمها تحفه، بتبقى مختلفه عن الكيكه التانية العاديه اللي احنا بنعملها. لو انت حابه كيكه عاديه خلاص بتعمليها ب3 كوبايات من الدقيق، او ساعات انا بعملها بكوبايتين دقيق بس. خليكي ماشيه بالمقدار زي ما احنا ماشيين كده، هتطلع ان شاء الله معاكي الكيكه مظبوطه وهشه وعاليه معاكي، والمسام بتاعتها ضيقه من جوه، وتبقى معاكي زي الفل، وان شاء الله هتنجح معاكي من اول مره، وان شاء الله هتعتمديها. ننزل بكوبايه الدقيق التانية كده، وننزل بالمقدار التاني برضو، بس ما نقلب ده معانا الاول كده. حطينا كميه الدقيق بتاعتنا 3 كوبايات دقيق معانا. بصوا القوام معانا عامل ازاي، بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. بيصب معاكي، بيصب زي المنقار بتاع الفرخه. بصوا عامل ازاي، بيصب معاكي عامل ازاي ما شاء الله. وانا قلبتها كمان بالسباتيولا عشان ابقى عارفه ومتاكده ان مفيش اي كتل دقيق موجوده من تحت، علشان ما يجي ما اجي اصبها في معايا في الصينيه ما تبقاش مخرزه معايا، تبقى كلها سوا واحد. وهنحط بقى كمان عشان نبقى واثقين 100% ان الكيكه معانا هتفضل مرتفعه وهشه ومسامها ضيقه، انا هحط رشه بسيطه من الكربوناتو اللي هي البيكنج صودا. بصوا رشه بسيطه ما بتاخدش حتى ربع كوبايه صغيره. وهنزل عليها عصره ليمونه. ليه عصره ليمونه؟ بيخلي معانا الكيك فاتح
بص اول ما هتنزل بس الليمونه دي معايا ايه، ميتها بسيطه شويه. اول ما بننزل كده الليمونه معانا بتخلي البيكنج صودا معانا تفور. بص الفوران بتاعتها، بس الليمونه اللي معانا صغيره وخضره اهي، بصوا المنظر، بتفور معانا البيكنج صودا. تخيلي بقى مع البيكنج باودر ده كله هيخلي معاكي القوام بتاع الكيكه عامل ازاي. استحاله شوف انا بقولك ازاي ان الكيكه دي تهبط منك، تبقى كلها هشه ومرتفعه، وتكون المسام بتاعتها كلها ضيقه، وان شاء الله هتعجبك وتنور ضوء. انا بقى هجيب الصينيه معانا كده، الصينيه معايا اهي، بطنتها، حطيت فيها يا تحطي فيها سمنه يا تدهنيها بالزيت، وبطنتها بمعلقه دقيق كده علشان الكيكه معانا ما ننزلها ما تلزقش معانا في الصينيه. اول حاجه بقى احنا هنعمل ايه، هنجيب معانا الاسباتشوله كده تقليبه خفيفه كده عشان يبقى كله الليمون مع البيكنج صودا اللي هو رشه الكربوناتو مع بعضه. انا بقول الاتنين ليه، لان انا كنت من الناس اللي قاعده اقول يعني ايه بيكنج صودا، يعني بيكنج باودر، لا، فاكتشفت ان البيكنج صودا دي هي الكربوناتو. فانا لما باجي اقول هتلاحظوا ان انا بقول الاتنين، عشان اللي عارف الكربوناتو يبقى هي دي، اللي عارف البيكنج صودا تبقى هي دي، لو مش عارفه يعني ايه بيكنج صودا اللي هي الكربوناتو. هننزل نصب بقى الخليط الحلو بتاعنا ده المظبوط. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. بصوا انا عليت ايدي ازاي عشان اوريكم القوام معايا عامل ازاي، كله زي بعضه مفيش حته مختلفه عن التانية. هنصبه في قلب الصينيه كده بسم الله، هنديها بس خبطتين كده، هتخش معانا الفرن حوالي 35 دقيقة ل40 دقيقة براحتك. انا بحطها الفرن بتاعي بصراحة، بنزل الشبكة بخليها فوق الارضية بتاعت الصاجة بتاعت الفرن، وبقوم ماسكاها حطاها. وفي حرارة الفرن انا بشغلش لا شواية ولا بشغل الفرن من فوق ولا اي حاجة، بحطها زي ما هي كده، بس بخلي الشبكة فوق الصاجة واقوم مدخلها الفرن. بعد 35 دقيقة بالظبط تبقى استوت معاكي وارتفعت، وهتلاقي الكيكة ما شاء الله تحفة معاكي باذن الله. هتستوي واوريها لكم، واستحالة تهبط منك وتبقى لونها خطير، واستحالة تبقى غامقة معاكي من جوه، مع اننا احنا حاطين دي ذرة اصفر ممكن يخلي الدرجة مختلفة شوية، بس هتبقى معاكي الليمونة اللي احنا حطيناها دي استحالة تطلع الكيكة معاكي مغمقة، تطلع الكيك من جوه معاكي فاتح، وتبقى طبعا هتلاقي مفيش زفارة خالص. احنا حاطين الكريم الشانتيه واللبن البودرة معانا والفانيليا والخل، فهتطلع معاكي الكيكة بصي ما فيهاش اي ريحة زفارة. حاطين كل حاجة الارتفاع بتاعها مظبوط، ان شاء الله تطلع معاكم حلوة. اهم شيء ما تفتحيش عليها الفرن خالص لحد ما تستوي، واول ما تستوي معاكي تفتحي الفرن حاجة بسيطة، اقفلي عليها الفرن وافتحي الفرن حاجة بسيطة وسيبيها 3-4 دقايق عشان ما تهبطش منك على طول. واول ما تطلع ما تحطهاش على صاج يكون على رخامه تكون ساقعه عشان ما تهبطش معاكي برده. طلعيها وحطيها على البوتاجاز تهدى معاكي وتبرد خالص، وتقطعيها وبتاكليها بالف هنا وشفا. انا دلوقتي هحطها معانا في الفرن، واول ما تستوي هوريها لحضراتكم. بصوا يا حبايب قلبي، بكده تكون الكيكه طلعت معانا ما شاء الله تحفه اهي. الشق اللي فيها دوت معناها ان الكيكه معاكي ناجحه 100% ما شاء الله. لو حابين اطلع منها كده خرطه مع انها لسه سخنه وخارجه من الفرن حالا، بس اجيب حاجه امسك بيها عشان سخنه. بسم الله. انا بعتمد ان انا اشيلها لك من النص اهو عشان ما تحسيش ان في عجين في الكيكه بتاعتك ولا اي حاجه، وهتطلع معاكي هشه ومرتفعه وزي الفل. بسم الله. هي لسه سخنه. بصوا المنظر، اللهم صل على النبي. بصوا ارتفاع الكيكه معانا عامل ازاي ما شاء الله. هتوصلوا معايا لحد فين؟ بصوا ما شاء الله. بص الكيكه، اللهم صل على النبي. ده كده كمان الكاميرا مش جايباها مظبوطه، احطها كده عشان تبقى جايه معانا مظبوطه على الشاشه. بسم الله. جربوا الوصفه دي
ديت من انجح الوصفات للكيكه. بصوا الكيكه معانا، بصوا ارتفاعها قد ايه، اللهم صل على النبي، ولا دقيق سبونج مع انها لسه سخنه. بصوا المسام بتاعتها ضيقه ازاي، مسامها مش واسعه، المسام بتاعتها الله اكبر ضيقه معانا وما شاء الله. بصوا من كل الجوانب تحفه تحفه تحفه. بألف هنا وشفا للي جربها. انا عايزاكم تجربوا الوصفه دي، هتعتمدوها والله مش هتغيروها، وباذن الله هنعملها مع بعض كتير بأطعمة تانية كتير مختلفة. بصوا الطول والارتفاع بتاعها ومسامها ضيقة ازاي، ولون الكيكة معاكي فاتح مش غامق ازاي، مع ان الاضاءة عندي كمان ظلماها. بصوا المنظر ما شاء الله. لو جبنا معانا كده بصوا المنظر عامل ازاي، مسام الكيكة ولونها فاتح ما شاء الله. وبصوا من جوه، بص الكيك من جوه عامل ازاي، الارضية بتاعت الصينية خلاص ما شاء الله. انا ما شغلتش عليها شوايه ولا اي حاجه، انا طلعتها معانا. بصوا منظر الكيكه، بصوا اللهم صل على النبي، المسام بتاعتها ضيقه وحلوه وفاتحه معانا، والسكر معانا مظبوط ولا فيها اي ريحه زفاره، وما شاء الله معانا تحفه ازاي. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا ارتفاع الكيكه، بصوا ارتفاع الكيكه معانا، ان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. ما ينساش يا حبايب قلبي نعمل اشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واستنوني في وصفة جديدة